لن عن شافوا. أنا بدي أقول له بتناصر المغتصبين. أنا اللي حضرت الاغتصابات بالسجون، أنا اللي حضرت شو سووا ببناتنا، أنا اللي حضرت يا قصي، أنا اللي شو اللي مو مخليني أقدر أعيش. والله مو اللي ماتوا راحوا لعند أرحم الراحمين أحسن مننا. هنيالهم الله اختارهم، الله اختارهم الحمد لله، ولك راحوا لعند رب العالمين والحمد لله. احنا احتسبناهم وطلبنا من الله يقبلهم مننا. بس أنا اللي مو مخليني أعيش البنات اللي ماتت تحت الاغتصاب، ولكن البنات اللي أنا وياهن سنتين وهن عاريات مثل ما الله خلقهن، ولك ما ظل طائفة نفسه إلا ما اغتصبتن وانتهكوا عرضهن. وكل الأولاد اللي جابنهم أنا حضرت 8 شهور وأنا داية إلهن، كله لموه وطلعوه على إيران يا قصي. بيطلع هذا بيحكي النجس الوسخ القذر الكلب، ولكم إلهم عيال يحكوا، ولكم شو سووا فينا وبناتنا. وكأني فتت على الغرفة الشباب بيطلع 600 شاب يحطوني عقوبة. كل يوم يفوتوا مناشير الكهرباء يقطعوا 10 و15 و20، بعدين صاروا يقطعوا 100. أنا فتت على غرفة الخوازيق يا قصي اللي مقعدين أولادنا عليها ومثل الورد، وكمثل الورد مقعدين عليها. يقول لي يا أم موتيني، أقول له أنا بقدر أموتك يا يمه. يسيلوهم من على الخوازيق ورشوا عليهم بودرة ويخزنوهم بالغرف، ولك أنا تفرجت عليهم هم يقطعوهم ويحطوهم بجوار الأسيد ويفتحوا حاطين تحت جوار الأسيد شو يا قصي خزانات سراهيج كبيرة، يفتحوا الحنفيات وعبوهم يروحوا يكبوهم. وكأني شفت ساعة المربع الأمني وهي فيها بالآلاف المعتقلين مجففين مثل العظم وعيونهم تتحرك، ومجففين وميتين وعيونهم تتحرك. وشو بده ينسى الواحد. وشو بدي احكي انا، شو بدي احكي؟ بدي الشعب السوري يفهموا انه هذا اللي صار فينا.